السلام عليكم. لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة تشجيعا لنا لنشر المزيد إن شاء الله، ونرجو الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد. الفيديو اللي باش نحكيو آخر الأخبار، أهم خبر لهذا اليوم مجانا. تعالوا. نحن على موعد مع لقاء يجمع كل المؤشرات تدل على أنه لقاء مميز. كل ما نعلمه أن جون قد استعد استعدادا جيدا لمواجهة الخصم. عليكم الاعتماد على التمريرات القصيرة وعدم اللجوء إلى الهجوم والاكتفاء بمهمة الدفاع عن المرمى. كثيرون من ينتقدون اختيارك يا سيد جابر. الفريق الهولندي قوي جدا، فهل ستكونون قادرين على الفوز؟ لحظة واحدة يا سيدي، هل أنت واثق بأن اختيارك كان صحيحا؟ اسمحوا لي بأن أجيب عن الأسئلة بكلام مختصر. تفضل. اطلبوا إلى النقاد أن يؤجلوا حكمهم حتى آخر أيام البطولة. تعلمون أن بلادنا تستعد لاستضافة المباريات النهائية لبطولة كأس العالم، ولذلك قررنا أن نخوض عدة مباريات مع أشهر الفرقاء العالمية وأقواها، والمباراة القادمة ستكون ضمن خطة استعداد فريقنا. سنلعب ضد الفريق الهولندي وهو من أبرز المرشحين لنيل لقب البطولة العالمية. فوزنا على المنتخب الهولندي سيؤكد لجميع النقاد أننا نسير على الطريق الصحيح. كونوا حذرين، فالمباراة اختبار لكم. أجل، أثبتوا أن اختيارنا لم يكن متسرعا. إنه يسدد من مكان صعب وينقذ وليد مرماه، ولكن الكرة تصل إلى هدف وهدف. الفريق الهولندي يسجل أول أهدافه. لم يمضي على بداية الشوط أكثر من 10 دقائق. هدف لمصلحة المنتخب الضيف ولا شيء لمنتخبنا الوطني. بسيطة يا شباب، بسيطة. لم يتمكن لاعبونا من إيقاف زحف الهجوم الهولندي. هذه المباراة نزهة جميلة. يغادر الحارس الهولندي مرماه. تبدو مهمة النمر صعبة جدا. يسددها في آخر لحظة. ادخلي برأسه. هدف. الصاروخ البشري يسجل هدف التعادل أخيرا. هدف يا سادة. أعلن حكم الساحة نهاية المباراة. تجربة رائعة لمنتخبنا. صحيح أننا لم نحقق الفوز، ولكن التعادل يعادل الفوز إن علمنا أن المنافس هو الفريق الهولندي. أحسنتم صنعا يا شباب. بسام والشبح، وليد وياسين، مجد وكامل، وأنت أيضا يا غريب. كنتم اليوم أبطالا في الملعب. حافظوا على هذه الصورة، فمستقبل كرة القدم في بلادنا مرهون باستمراركم في اللعب. أنا فخور بك يا شبح. البطولة العالمية قادمة وستكون نجمها الأول. إنه تعادل وحسب. أجل، ما فعلناه لم يكن إنجازا. ماذا؟ كما قلت، تذكروا أن طموحنا هو الفوز بالكأس، والتعادل لن يحقق حلمنا، بل الفوز وحده. فلننسى هذه المباراة. نحن على موعد مع لقاء يجمع مباراة تجمع كل من بين المغرب والكندا. كل المؤشرات تدل على أنه لقاء مميز. كل ما نعلمه أن جون قد استعد استعدادا جيدا لمواجهة الخصم. يوم السبت 4 اشبيليا 2026 على الساعة 6 مساء. أصبح خليك معاك سامحني. توقيت المغرب والجزائر وتونس 6 صباحا. بالنسبة 8 صباحا بتوقيت السعودية ومصر والعراق والكويت والبحرين وسوريا. هذا توقيت تونس والمغرب والجزائر 6 صباحا عفوا. توقيت المباراة القادمة بين المغرب والكندا على قناة بين سبورت. ما تقول حاجة نخش في الموضوع على طول. نخش في الموضوع. تشكيلة منتخب المغرب ضد كندا. هذا تقييم لاعبين المغرب كمردود 6.86 إجمالا. منتخب المغرب مردوده 86 لاعبين. ياسين بونو في حراسة المرمى المتألقة. قلب دفاع شادي رياض وعيسى ديوب المتألق صاحب الهدف ضد المنتخب الهولندي. أشرف حكيمي 6.3. نصير مزراوي 7.6.
وأيوب بعدي 6.8 في وسط الدفاع تحسن قبل الفارطة. نائل العيناوي أيضا في وسط الميدان. الرجال المتألق عز الدين أناحي ثلاثي في الوسط. في الهجوم على الجهة اليمنى جناح هجومي إبراهيم دياز لاعب الميرينكي ريال مدريد، وعلى الجهة اليسرى بلال الخنوس جناح هجوم مردود متوسط، وقلب الهجوم المتألق إسماعيل سيباري. هذه كانت ترشحت المغرب على حساب هولندا. بالنسبة لكندا، كندا ترشحت على حساب جنوب افريقيا 1-0 في الوقت بدل الضائع دقيقة 92. كندا تلعب خطة 4-4-2. نعم، هذه تشكيلة كندا الآن. في حراسة المرمى ماكسيم تحصل 6.9 مقابل الفرد مع جنوب افريقيا. قلب دفاع تحصل 7.2 مقابل الفرد مع جنوب افريقيا، وايضا 6.8 مقابل الدفاع الاخر. على اليمين عليستر 7.2، على اليسار لاريا 6.9. في وسط الميدان رباعي مثلا 7 تقييم، ستيفن 8.8، لاعب الوسط 6.4، وتاجون 6 كتقييم. وزوج مهاجمين 6 لديفيد، و ل 7.1 كتقييم لأولاواسي 7. هذم أبرز مقابلات النهائي. 3 فرق عربية قعدوا، المغرب والهولندا 30 جواب، مصر والأستراليا 3 جويلية، والجزائر وسويسرا 3 جويلية أيضا. 3 فرق عربية و9 فرق إفريقية من أصل 10 انسحاب تونس. هذم أبرز فرق عربية قعدوا، المغرب، مصر والجزائر. شكرا لمشاهدتكم. دعمنا رجاء دعمنا على قناة اليوتيوب. إذا أعجبك الفيديو وأعجبك خاصة المونتاج متعوب فيه جدا جدا جدا، لا تنسى الاشتراك في القناة. إن شاء الله يكون الفيديو عجبكم. قولوا لنا رأيكم في التعليقات، واعطيوا السكور والنتيجة الأقرب للمباراة هذه. نتلاقاو إن شاء الله في فيديوهات أخرى. بالتوفيق للجميع وإلى اللقاء. ما تنسوش الاشتراك في قناة الكل يوصلكم كل جديد يهم المنتخب الوطني التونسي من اللاعبين المحترفين والبطولة التونسية. اشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد.